والله هذه رسالة لكل من قصر في حق والدته، لكل من أمه على قيد الحياة وقصر، تراك أنت والله أنك محروم من رحمة الله سبحانه وتعالى. باب من أبواب الجنة هذه الأم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فثم الجنة تحت قدميها. أنت والله محروم، ستعرض على الله سبحانه وتعالى ويسألك عن هذه النعمة العظيمة. لن تزل قدمك للجنة حتى تسأل مثقال الذرة، ما يروح عند الله سبحانه وتعالى مثقال الذرة، والله إنه ما يروح. عمر بن الخطاب لما جاء أحدهم من اليمن قال يا عمر، بيكافئ نفسه الرجل هذا، بيسأل عمر سؤال عظيم حتى يقول له عمر أوه ما شاء الله عملت هذا العمل. قال يا عمر أتيت بوالدتي وهي قد ارتحلتني، يعني أتيت بها من اليمن على أقدامي وجعلتني كالراحلة، أي أنها على ظهري. أمي أتيت بها من اليمن إلى مكة على ظهري، فهل كافأتها في حياتها وهل أنا بريتها؟ قال ولا طلقة من طلقاتها، يوم أنها ولدتك أنت ما وافيت طلقة من طلقات أمك. ألم عاشته معك في ليلة من لياليها، ولا من ألم الولادة ولا من غيرها، أنت ما سويت شيء، أنت مسكين. فاليوم نوجه رسالة، ونودي أنك بعد أبو فيصل تتطرق لمثل هذا، لكن والله العظيم ارجعوا لله، وارجعوا لأمكم، وارجعوا لوالديكم قبل أن تلقوا الله سبحانه وتعالى وهو غضبان، تراه يغضب لغضب الوالدين. قرن طاعة الوالدين بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا كانت الطاعة حتى للوالد المشرك أن نعاشره بمعاشرة حسنة وصاحبهما في الدنيا معروفة، كيف اليوم جالسة تتصل علينا وتقول بناتي لهم 5 سنوات ما اتصلوا علي واهجروني؟ ما في أي عذر، ترى أنا أقولك لو أنها كافرة مشركة بالله مشركة، وأمس تتصل وتقول تقول تحرض بنتها، تحرض أبوها. ليش تحرضي أبوك ولا تحرض رجلها على ليش الأمور هذه العائلية اللي قاعدة تصير؟ أمك هذه